ازيك يا متابعين الحلوين، عاملين ايه يا اموميلي عساسيل؟ النهارده انا جيت بقى اتكلمكم على منتج مميز. ناس كتير قوي بصراحه في الاوردرات طلبوا مني وبقيت اعمل لكم عليه معلومات شامله. انا عايزه اقول لكم ان احنا في اشد احتياج للمنتج ده. المنتج ده لو مش في بيت، اي بيت مصري او اي بيت، فعلا انت خسرانه كتير، خسرانه كتير كتير كتير. اولا احنا هنمسكه كده واحده واحده، هنقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. المنتج ده اسمه روزميري او اكليل الجبل. في ناس بتقول عليه اكليل الجبل، وفي ناس بتقول عليه اللي هو اسمه روزميري. تمام. روزميري دوت فيه ايه؟ طيب ايه المحتوى بتاعه؟ اولا احنا دلوقتي في وقت شتاء، ووقت كله ربنا يشفينا يا رب ويشفي اولادنا، كله امراض وبرد وكحه ومتبهدلين خالص، وبالذات الاولاد الصغيرين مناعتهم ضعيفه وما بيرضوش ياخدوا الدواء، وبتجيبي دواء للمناعه الدكتور يكتب لك على ادويه قد كده، وفي الاول والاخر احنا بناخد كيماوي يا جماعه. طب ما انت عندك اعشاب طبيعيه تقدري تستخدميها ليكي ولطفلك، زي اكليل الجبل ده بيحسن المناعه، بيحسن المناعه والله انضف حاجه، وبالذات لما تكون من شركه زعفرانه وبس كده. زعفرانه وبس كده بتقدم لك اكليل الجبل بانضف جوده وانضف منتج مش هتلاقيه. هتقولي في ناس كتير ما هنجيب شويه كده، لا والله يا جماعه، اكليل الجبل دوت مش كله بيبيعوا نضيف، ومش كله بيبيعوا حاجه مميزه وحاجه مضمونه. اكليل الجبل دوت او الروزميري بيساعد على عمليه المناعه للطفل. يعني انت لو كل يوم عملتي غليتيه سواء مع ينسون، سواء مع شويه حلبه، او حطيتي له 2 قرنفل، هنقوي المناعه برضو. دوت مع ده هيديكي مناعه كافيه لطفلك، ولا دخلتي جسم ابنك ادويه، ولا ضعفتي من جهاز المناعه بتاعه. انت اديتيله ايه؟ اديتيله حاجه نظيفه ومميزه. ولو ايه؟ من عند زعفرانه وبس كده. الروزميري بتاع زعفرانه ملهوش زي زعفرانه وبس كده.